دلال حسين، إدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي بيدي. دلال حسين كونها أم لثائر غوريلا، أنا أشعر بالاعتزاز وبالفخر. أنا عم أشعر بالاعتزاز وبالفخر كون ابني عم يناضل في سبيل الشعوب الفقيرة، في سبيل الشعوب المضطهدة، في سبيل الشعوب المستعبدة. وفخورة لأنه ابني عم يشارك رفاقه الغوريلا بهذا النضال هذا. أرفض أنه أكون إنسانة متسلقة تعيش حياة أمان واستقرار وحرية على حساب غيرها من الأمهات. والغوريلا بشكل عام إن كانوا من شمال إفريقيا، نحن نعتز فيهم ونفتخر فيهم لأنه هن سلكوا فلسفة جديرة بالاحترام، فلسفة ما تؤمن لا بالحدود ولا تعرف الفواصل، فلسفة القائد عبد الله أوجلان الراعي الأول للمرأة. الغوريلا بشكل عام إن كانوا من 4 أجزاء كردستان، ومثل ما ذكرت إن كانوا من شمال إفريقيا، نحن نعتز فيهم ونفتخر فيهم، وهن يعتبرون قطعة من أجسادنا. يعني ابني ولا غير ابني هن سلكوا هالفلسفة هاي وجعلوا من أنفسهم قرابين لهالشعب، للشعوب المضطهدة، للشعوب المستعبدة. ينادون بالحرية، ينادون بالديمقراطية، ينادون بحرية التعبير. رفضوا أنه يكونوا عبيدين تحت أنظمة دكتاتورية، رفضوا أنه يكونوا مستعبدين، ورفضوا كمان أنه يكونوا 42 عام يناضلوا على سفوح الجبال، يناضلوا من أجل الإنسانية بشكل عام. وشبابنا وشاباتنا يعني يناضلوا للشعوب بشكل عام، للإنسانية بشكل عام. ما عم يناضلوا يعني نضال مو محصور ضمن القضية الكردية فقط، لا، هن عم يناضلوا نضال من أجل الإنسانية جمعاء، من أجل الشعوب المستعبدة جمعاء، من أجل الشعوب المضطهدة والفقيرة والمظلومة جمعاء. وعم نراهن مشاعل نور، عم نراهن عم يوقدوا أو يضرموا نار كاوى الحداد عند كل فجر على سفوح الجبال، من أجل القضاء على الظالم، من أجل نصرة المظلوم.